مرحبا بكم في مساحة جديدة للتفكر والتأمل. اليوم سنتحدث عن قوة خفية، قوة لا يدركها كثيرون ولكنها قادرة على تغيير حياتنا. إنها قوة الصمت. الصمت ليس فقط عدم الكلام، الصمت هو ذاك الفضاء الذي يحتضن التفكير، يهدئ الأرواح ويكشف لنا أعمق ما في داخلنا. هناك أنواع من الصمت: صمت التأمل حيث تلتقي النفس بالحقيقة، صمت الرحابة حيث يتسع القلب لما لا يقال، وصمت الحكمة حيث تختار الكلمة الصحيحة في الوقت الصحيح. لكن الصمت في حقيقته أكثر من كونه غياب صوت، هو فرصة للنظر في الأعماق، لسماع ما لا يسمع. قوة الصمت في مواجهة التحديات. عندما تواجه تحدياً أو موقفاً صعباً، ربما تجد نفسك تحاول التحدث دون توقف، كأن الكلمات ستوفر لك الحل، لكن الصمت قد يكون هو الجواب الأعمق. الصمت في وقت الغضب هو نضج، والصمت في وقت الحزن هو شفاء، والصمت في وقت التفكر هو فرصة لمعرفة الحقيقة. لا تخف من الصمت، لا تعتقد أنه ضعف، إنه في الواقع قوة تعطيك مساحة لتلتقي بنفسك، لتستوعب دروس الحياة. في العلاقات الإنسانية قد يكون الصمت أكثر بلاغة من 1000 كلمة. أحياناً صمتك هو الطريق الأوحد لتوصل مشاعرك، وأحياناً أخرى الصمت هو الحماية الأفضل لقلبك. لا تخف أن تصمت عندما تجد أن الكلمات لا تفيد. الصمت يعلمنا الصبر ويمنحنا وقتاً للفهم. في الصمت تجد مساحة للنمو، للاستماع إلى ذاتك، لتعرف ما تريد حقاً ولتراجع خططك وأحلامك. في وقت الضجيج ننسى أن نستمع لصوت قلوبنا، لكن في الصمت نستعيد ذلك الصوت، نسمع ما تهمس به أرواحنا. لا تقلل من قيمة الصمت، في كل صمت قوة، وفي كل هدوء إلهام. تذكروا، الصمت هو الحكمة التي تجعل كلماتنا أكثر وضوحاً وحياتنا أكثر هدوءاً وتوازناً. إلى اللقاء.